السلام عليكم، ازيكم شباب؟ معكم احمد حكيم وحلقه جديده من حكيم ستيشن. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض بريسيت الجميل ده. هو بريسيت عشان تقدر تعمل منه الزهور او الورد والكلام ده، من اعداد الفنان ادم ياسين. هحط لكم لينك تحميل البريسيت من الموقع بتاعه. بتروح على الموقع، اول ما بتضغط على اللينك بيقول لك ان هو مجاني ب$0 يعني. فهنا بتقول له انا عايز اشتري، فبتكتب له 0 وبعدين بتقول له purchase، وبعدين بيقول لك دخل الايميل بتاعك وبتقول له get، وبتقدر تحمله بسهولة. واول ما بتحمله بيظهر معاك في الفولدر بتاعه هنا فولدر كده اسمه flowers and drawings. بتفتحه فيه الاتنين فايل دول، الفايل بتاع السينما 4 دي وده فايل التكتشرز. ودبل كليك على الفايل كده فبيفتح معاك بالشكل ده. ده المشهد بتاعنا. زي ما قلنا هو بريسيت، يعني مش بلجن ولا سكريبت، بس مرن جدا وجميل وشغله حلو قوي. في عندك هنا دي العناصر موجودة عندنا في المشهد، ودي الاتريبيوتس بتاعتها، ودي الماتيريال، وفيها التكتشرز من فايل التكتشر اللي قلنا عليه. فهنا بيقول لك السبلاين سيلكت اند درو. فكره البريسيت كله ان انت بتقدر ترسم بالسكتش تول دي وانت واقف على السيلكت اند درو. يعني باجي هنا برسم مثلا حاجه زي كده، فعلى طول الاقي كده في ورده او زهره طلعت لي في المكان ده. اجي اشتغل كده ارسم حاجه تانية فبيعمل لي واحده تانية بالوان وماتيريال مختلفه وهكذا. كمان الجميل ان هو عامل لك هود هنا وضايف فيها ويند، تقدر تشوف الحاجة كده وهي بتتحرك. وطبعا من الهود دي تقدر تعمل انيميشن للسترينث لو انت حابب يعني تزود الرياح تقللها الكلام ده. لو مش ظاهرة معاك الجزء ده او الويندو دي، بتقدر من فلتر هنا تأكد انك مفعل الهود دي او الاتش يو دي. بس ده عمل السكريبت بكل بساطة. طيب خلينا ناخد الكلام ده ونروح نعمل بيه مشهد حقيقي. يعني دي حاجات هو مظبط لك السيتنجز على مقاسات البريسيت. طبعا انا عايز اعمل مشهد جديد، مثلا اعمل فازه فيها ورده، اعمل جبل زي اللي شفناه في بدايه الفيديو، اعمل اي حاجه. فانا ممكن ببساطه اقول له اعمل لي كنترول A، خد لي الكلام ده كله، وكنترول C، واعمل لي مشهد جديد، كنترول N وكنترول V. وهيجيبني كده في المشهد الجديد. لو انت بقى عايز تشيل السكاي دي، لا مش لازماك، انا دلتها خالص اهي. ده المشهد الجديد بتاعنا. لو حصل معاك ان انت لقيت الورد ده من غير يعني لونه اسود وكده، فده بسبب ان التكتشرز دي بتبقى ناقصه معاك، او بسبب ان انت محتاج ان انت تحدد المسار بتاعها. فدبل كليك كده تفتح معاك الماتيريال وبتروح على المكان بتاعها وتعمل لها ريلود. بس كده، يعني زي ما هي كده واسمها موجود هنا وبتقول له اوبن. بس هي عندنا مفيش اي مشاكل فيها، بس في حال ان حصل معاك الكلام ده. طيب انا لو دوست كده بلاي هبص الاقي الدنيا معايا شغاله حلوه قوي. وهاجي هنا مثلا من الاوبجكتس دي ممكن انزل لاندسكيب واخده كده. يعني احنا بنعمل حاجه سريعه بس بوريكم شكل بريسيت، وممكن نرمي عليه اي ماتيريال من الماتيريالز الموجوده معانا، زي الماتيريال دي مثلا، حاجه شبه كده. وتقدر ترسم تاني وتكمل ظهور في اي مكان، بس تبقى واقف على السلكت اند درو وتبقى ماسك السكتش تول. هاجي هنا حتى بعيد عن دول كده خالص، هبدأ ارسم حاجة زي كده، مثلا حاجة زي كده، زي الكلام ده. وبتقدر هنا تيجي عند السبلاين وورب، تقدر تتحكم في الثيكنس بتاع النباتات. تقدر هنا مثلا عند السايز سترينث،
والسبلاين سايز. تقدر من التو اتريبيوتس دول تقدر تعدل في حجم اللاين او السبلاين. يعني هنا مثلا السبلاين سايز سترينث لو قلت له خليه مثلا 300، هتبص تلاقي الدنيا معاك الساق بتاعة الورد دي اتغيرت. وممكن هنا تقدر تتحكم ايه اللي يبقى رفيع وايه اللي تخين. يعني بيبقى زي كده مثلا، يعني الساق بدأت تخينة كده شوية وبترفع معاك لفوق. وزي ما قلنا بتقدر تتحكم في الويند، يعني هنا لو انت مش عايزهم يتحركوا، مثلا لو انت حاططهم في فازة ولا حاجة او بتاخد ستيل شوت ومش عايزهم يتحركوا، فكده حابب تحركهم شوية نص حركة. كمان هو ضايف لك هنا الجزء بتاع الماتيريال ان انت بتقدر تخفي الماتيريال او تظهرها. كمان البريست يا شباب بيتيح لك ان انت تقدر هنا تتحكم في ظهور الليفز او ورق الشجر او الزهور نفسها. يعني انا لو عملت هنا قلت له انا مش عايز اشوف الورق بتاع الشجر من الكلونر ده، عملت عليه اكس كده بتختفي. هنا نفس الكلام برضو الزهور نفسها. تحكم كمان زيادة برضو الكلونر هنا ده في الوان الزهور بتاعتك. فانت لو محتاج زهور معينة مثلا يبقى لونها او عددها اكتر من التانية، فتقدر تعمل كوبي من الكلام ده. يعني مثلا الريد فلاور دي كنترول وهسحب لتحت هكررها معايا، فهبص الاقيها هنا كترت معايا في المشهد، ومرة تالتة برضو كترت معايا، وهكذا. فتقدر تزود عدد الزهور او تخليهم كلهم بلون واحد، او تشيل الورق او تشيل الزهور يعني. فبيدي لك تحكم شبه كامل في المشهد بتاعك. بصراحة بريسيت جميل جدا وعجبني، وممكن ينجز معاك شغل حاجات في شغل الانتيريور او اللاندسكيب. بس كده يا شباب، اتمنى ان الفيديو الصغير البسيط ده يعجبك. هتلاقي اللينك زي ما قلنا في الديسكريبشن. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس وشير الحلقة مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.